السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم حاجه هايله جدا وبسيطه جدا، غير مكلفه بالمره، لنضاره بشرتك وانك انتي بشرتك تبان دايما اصغر من سنها. اللي معانا النهارده هو مكعبات التلج. المكعبات دي انا كنت عملتها قبل كده كمان، لان دي بالنسبه لي هي دي مش مكعبات تلج، هي دي مكعبات ميه اللي مستخلصه من زيت جوز الهند. انا كنت قلت لكم قبل كده احنا بنعمل زيت جوز الهند بنحطه في التلاجة، بناخد الوش اللي فوق الميه بتاعته بقى انا جمدتها وحولتها لتلج زي ما انت شايفه. باخد مكعب منها وبمرره كده على البشرة على الايد. من الحاجات الجميلة جدا اللي بتعمل على نضارة البشرة. يعني انت مش مشكلة ان انت يكون عندك المكعبات اللي انا بقول عليها دي، ممكن المكعبات التلج عادي. ممكن كمان بدل مكعبات التلج نجمد ماء الورد، وماء الورد من الحاجات الهايلة جدا برضو. لو احنا جمدنا ماء الورد وعملناه في مكعبات كده بنمررها على البشرة. طب بنمررها على بشرة امتى؟ ما تكونش البشرة مش نظيفة، لازم تكون البشرة خالية من اي ميك اب، وتكون البشرة نظيفة، نكون غسلينها بالغسول المفضل بتاعنا، ونبدأ بعد كده نكون مجمدين المكعبات عندنا، ونبدأ ناخد المكعب ونمرره على البشرة. من الحاجات الهايلة جدا اللي بتعمل على محاربة التجاعيد، وبتساعد البشرة على النضارة. وكمان ممكن لو هو مكعبات تلج بس ممكن نمرره كمان حول العين، لو هو تلج بس او ميه بس بنمرره حوالين العين. من الحاجات الجميلة اللي بتخلي بتخفف من الهالات السوداء اللي حول العين، وكمان بتخلي البياض بتاع عينيكي نفسه رايق ومفيهوش اي احمرار. ان احنا نحط التلجية على عينينا شوية كده، وبعد كده نبدأ نمررها